في أماكن لما بتدخلها بتخرج منها وانت شخص تاني، ده لو خرجت أصلا. في الفيديو ده هتاخد خطوة جوه واحد من أظلم وأخطر الكهوف في أمريكا، كهف بيتقال عليه إنه بوابة بين عالمين، بوابة بيننا وبينها. بس قبل ما نبدأ وننزل جوه الكهف ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اللي جاي مرعب أكتر. يلا بينا، يلا نعمل فيديو جامد نكسر بيه الدنيا. تحدي رعب بس بره مصر المرة دي. ده كان صوت خالد وهو بيحمس باقي الشلة في القهوة. احنا كنا 5، انا شادي وخالد وسيف ومروان وادهم. بنشتغل على قناة يوتيوب بتاعت رعب وتحقيقات خارقة. بنقعد نلف في اماكن مهجورة ونعمل فيديوهات، والناس كانت بدأت تزهق. خالد جاب فكرة مجنونة، في كهف في امريكا اسمه بيل ويتش كيف. الناس هناك بتقول انه مسكون، وان اللي بيدخل هناك ممكن يسمع صوت بنت تضحك او تصرخ فجأة، او يشوف حاجات ما يتقالش عليها بشر. طبعا كلنا ضحكنا بس في الاخر وافقنا. بعد اسبوعين كنا في ولاية تينسي، واقفين قدام الكهف وجايبين معانا كل معدات التصوير. بس اول ما وصلنا حصلت حاجة غريبة. راجل عجوز جه ناحيتنا وقال لو دخلتوا ما تفكروش انكم هتخرجوا نفس الناس، وضرب عصايته في الارض ومشي كأنها كانت تحذير. بس احنا ضحكنا ومشينا ورا جنانا. دخلنا الكهف والجو كان خانقة، رطوبة وطين وريحة كأن في حاجة ميتة من سنين. الكشافات كانت ضعيفة وكأن الضلمة هناك بتبلع النور. ابتدينا نلف وكل شوية نسمع صوت نقط مية بتنزل. بس مرة واحدة سمعنا صوت تاني، ضحكة صغيرة ناعمة بس مش طبيعية. سيف قال حد بيهزر، بس محدش كان بيضحك. بعدها الكاميرا اللي مع مروان فصلت، ولما بصينا في الشاشة لقينا آخر كادر متسجل بنت واقفة ورا سيف لابسة فستان أبيض وشها مش باين. قلنا يمكن خدعة يمكن انعكاس، بس لما رجعنا نبص حوالينا سيف كان اختفى. فضلنا ندور عليه وندور، بس الكهف بيكبر وبيبلعك. كل ما مر شكله شبه التاني، وكل صوت بيتكرر كأنه صدى، بس مش صدى كلامنا. لقينا فتحة صغيرة في الأرض نزلنا منها على ضوء خافت. فجأة صرخ مروان وقال في حاجة مسكت رجلي، بس لما نورنا ما لقيناش أي حاجة. رجله كانت متغرس فيها خدوش كأن حد بأظافره نازل فيها نحت. فجأة سمعنا صرخة سيف بس جاية من بعيد ومن جوه الجدار. أدهم قال مستحيل، ده جدار صخر، الصوت جاي من جوه. خالد شد الكاميرا وقال احنا لازم نخرج دلوقتي، الكهف ده مش طبيعي، في حاجة بتلعب بينا. واحنا بنحاول نرجع لقينا طريق جديد فيه شموع منورة لوحدها، ومكتوب على الجدران حاجات بالدم أو حاجة شبه الدم. ارجعوا، هي بتلعب مش هتسيبكوا. مين ماشي في سكتها عمره ما يرجع سليم. بس الفضول خلانا نكمل. دخلنا أوضة صغيرة محفورة جوه الصخر، لقينا فيها مرآة قديمة ومشت ودمية متبهدلة. وأكتر حاجة شدت نظرنا كانت البنت واقفة في الركن وشها متغطي بشعرها بتحك في الجدار وبتقول أنا لسه هنا، لسه مستنياكم. جرينا، وورا كل واحد فينا سمعنا صوت بينادي عليه باسمه، بصوت أمه أو حبيبته أو حد ميت. كان نداء شخصي لكل واحد فينا بيشدنا، بس احنا كنا بنجري. بس واحنا بنجري خالد وقع، ولما رجعنا له كان ميت. رجعنا 3، أنا وأدهم ومروان. لكن الحقيقة احنا مرجعناش لوحدنا. من أول يوم بعد الكهف كل واحد فينا ابتدى يسمع أصوات في شقته. الأنوار تطفي وتولع لوحدها. مرات بنصحى نلاقي شعر طويل على المخدة أو ألعاب أطفال في الأرض. ومروان مات بعدها بأسبوع وهو بيصرخ وبيقول هي طلعت معانا، مشيت معانا من الكهف وهي هنا دلوقتي. وأدهم اختفى محدش لقاه. وأنا بكتب القصة دي دلوقتي، بس كل كلمة بكتبها بحس نفس البنت اللي كانت جوه الكهف واقفة ورايا. لو فتحت باب أو سمعت صوت بكاء أو لقيت شعرك واقع أعرف إنها قريبة منك. الكهف مش مجرد مكان، الكهف بوابة، وانت دخلت دلوقتي. في حكايات لما بتسمعها بتفضل سايبة أثر جواك، بس اللي سمعته دلوقتي مش مجرد حكاية، دي لعنة. ولو وصلت للنهاية فالبوابة اتفتحت ليك انت كمان.
لو حسيت ان في حاجة بتتحرك في الأوضة او صوت بيتكرر في ودنك ما تقلقش، دي بداية اللي جاي. انا يوسف حمدي ودي حلقة من قناة ظل الحكاية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان الحكاية الجاية يمكن تكون عنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.